مالله إنجاز. تونس أول منتخب في التاريخ يترشح للمونديال دون قبول أي هدف. نعم، إنجاز تاريخي لنسور كارتاج. تونس بأعلى عدد من النقاط في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال، 28 نقطة من 10 ماتشات، 9 انتصارات، آخرهم ضد ناميبيا 3 بلاش. تعادل وحيد دون قبول أي هدف في 10 ماتشات مع تسجيل 22 هدف. ماتش اليوم ضد ناميبيا عرف تسجيل حنبال المجبري لأول هدف بقميص المنتخب، حضور شبيهه في المقابلة اللي هو سهيب لاعب في أمل جرب. لكن بصراحة النقطة السلبية الوحيدة هي الحضور الجماهيري المحتشم في المقابلات. حسب رأيكم علاش ما عادش عنا جمهور منتخب؟ رغم انه كان جات جمعية تلعب مسابقة افريقية رانا شفنا استاد معبي. كيفاش تفسروا غياب الجمهور في مقابلات ليكيب ناسيونال؟ اكتبوا لنا آراءكم.